السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما طيبين وبخير. قبل أي شيء ما تنساش تصلي على حبيبك المصطفى وتذكر اسم الله في التعليقات. بصوا يا جماعة، احنا داخلين على أيام عظيمة جدا الفترة اللي جاية دي. أيام ممكن تغير قلب الإنسان فعلا وتوديه في حتة تانية خالص. بصوا يا جماعة، احنا عايزين قبل ما ندخل العشر الأوائل من ذي الحجة لازم نقعد مع نفسنا كده ونسأل نفسنا كام سؤال مهم. تقول مثلا يا ترى انا قلبي عامل ازاي دلوقتي؟ يا ترى انا مرتاح؟ يا ترى تايه؟ يا ترى تعبان من كتر التفكير؟ يا ترى انا لسه بعيد عن ربنا بقالي فترة كبيرة؟ في ناس يا جماعة شكلها كده من بره تحس انه طبيعي جدا، بتضحك وتتكلم وتمشي وسط الناس عادي، لكن جواها تعب السنين. تعرفوا يا جماعة ان اصعب انواع التعب مش تعب الجسم ولا الجروح ولا الكلام اللي احنا بنسمع عنه ده، لا، تعب القلب. لما بنبقى مش عارفين نرتاح، حتى لو حوالينا الناس، حتى لو عندك نعم كتير، تحس ان في حاجة دايما ناقصة، في ضيقة جواك، في خوف، في قلق، في تفكير ما بيخلص. في ناس للأسف بتهرب من الإحساس ده بأي حاجة، يفضل مثلا ماسك الموبايل بالساعات، يسهر طول الليل، يتكلم مع الناس كتير، لكن أول ما يقعد لوحده يرجع لنفس الشعور من تاني. عارفين ليه ده بيحصل؟ لأن القلب مخنوق. القلب اتخنق عشان مش عارف يتعلق بربنا، مش بالدنيا. علشان كده ربنا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما قالش تهدى، لا، قال تطمن، يعني تحس بالأمان حتى وسط كل المشاكل دي. فلو انت دلوقتي بتسمعني وقلبك تعبان، فأنا عايزك تهدى شوية. اوعى تضغط على نفسك، ما تفضلش طول الوقت تقول أنا مقصر، أنا بعيد، أنا ضايع. عارف ليه؟ لأن مجرد إن قلبك لسه بيدور على ربنا، ده تعرف إن لسه جواه خير كتير قوي. أوقات كتير يا جماعة الإنسان بيبقى مش قاصد يبعد، لكن الدنيا بتسحبه واحدة واحدة، شوية بقى انشغال، على شوية ذنوب صغيرة، على شوية تأجيل، على شوية يقول أنا هتوب بعدين، طب أنا هصلي بعد شوية، طب لما أهدى شوية، وفجأة يلاقي قلبه اتغير والعبادات بقت تقيلة جدا عليه، الدعاء بقى قليل، الراحة تلاقيها اختفت. اسمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث ده جميل جدا. النبي صلى عليه قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني ايه؟ يعني كلنا بنغلط يا جماعة، كلنا بنضعف، بس أحسن الناس اللي بترجع، مش اللي عمرهم ما غلطوا. في بنات أو في بنت كانت بتحكي في مرة بتقول: أنا بقالي شهور مش قادرة أصلي بانتظام. كان عندها إحساس دايما بالذنب رهيب. في يوم سمعت حد بيقول: ربنا مش مستني منك الكمال، ربنا مستني منك ترجع. الجملة دي غيرت حاجات كتير قوي معاها، فقامت اتوضت وصلت ركعتين، وبعدين قالت: أنا أول مرة أحس بالراحة اللي أنا حاساها دي. شفتوا يا جماعة؟ أوقات البداية ما بتبقاش ضخمة، بس لما بتكون صادقة هو ده اللي احنا عايزينه. تخيلوا رحمة ربنا بينا، إن بعد كل التقصير ده لسه ربنا بيدينا موسم عظيم جدا زي العشر الأوائل من ذي الحجة. أيام النبي صلوا عليه قال عنها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني الأيام دي غالية جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، حتى الأعمال الصغيرة فيها عظيمة، استغفار، تكبير، صدقة بسيطة، دعوة من قلبك، قيام ركعتين، كل ده ليه قيمة كبيرة قوي عند ربنا. فاوعى تقول انا لسه مش جاهز، حاول تبدأ دلوقتي. قول معايا كده بهدوء زي ما قلنا الفيديو اللي فات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حاسس بإيه؟ مش حاسس كده إن قلبك هدي؟ طبعا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عارفين يا جماعة أكبر مشكلة ممكن الإنسان يقع فيها؟ إنه ييأس، يعني يحس إنه خلاص مفيش أمل، وده من أخطر الحاجات. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: لا تقنطوا من رحمة الله. يعني مهما حصل اوعى تيأس، لأن في حديث عظيم بيقول، أو كان في حديث سمعناه قبل كده، إن الراجل اللي قتل 100 نفس لما صدق في التوبة ربنا غفر له. شوفوا رحمة ربنا قد إيه واسعة. فإحنا مهما قصرنا باب ربنا كبير. تعالوا نتفق كده على شوية حاجات نعملها في الأيام الجاية دي. أولا استغفار كتير، تكبير كل يوم، صلاة في وقتها، صفحة قرآن، دعاء قبل النوم، صدقة بسيطة، تبعد عن الحاجات اللي بتقسي قلبك، واوعى تستثقل البدايات الصغيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب إلى الله، أحب الأعمال إلى الله
أدومها وإن قلت، يعني الاستمرار أهم من الكترة. في واحد كان بيقول: أنا كنت حاسس بضيق رهيب طول الوقت، وفي يوم بدأت إن أنا أستغفر كتير جدا، وأنا ماشي وأنا في الطريق وأنا في المواصلات. بيقول بعد فترة المشاكل اتحلت، أيوة مش كلها، بس قلبي كان هادي جدا. وده فعلا أثر الذكر. يمكن محدش حاسس بيك، يمكن عندك كلام كتير جواك، يمكن بتضحك طول اليوم، لكن بالليل بتقعد كده تعيط مع نفسك. اسمع الآية دي. ربنا بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يعني ربنا سمعك، شايفك، عارف تعبك، وعارف محاولاتك الصغيرة، حتى لما تقول يا رب. بس حاول كده تاخد كده نفس هادي، وقول الحمد لله. حتى لو الحياة صعبة عليك، الحمد لله إن باب ربنا لسه مفتوح، الحمد لله إن لسه في فرصة. ممكن ذي الحجة دي تبقى بداية جديدة فعلا. مش لازم تبقى شخص مثالي على فكرة، بس ممكن تكون إنسان صادق. حاول تقرب من ربنا، سامح واستغفر وادعي، وابدأ بداية هادية. يا رب كل حد يسمعني دلوقتي، يا رب ريح قلبه واشرح صدره، واصرف يا رب عنه الهم والحزن. يا رب قربنا منك، يا رب قربنا ليك، يا رب طمن قلوبنا. يا رب اجعل ذي الحجة بداية خير وراحة وهداية لكل واحد فينا. يا رب اوعى تخرجنا من الأيام المباركة دي إلا وانت راضي عنا يا رب. وما تنسوش يا أجمل ناس، أهدى مكان لقلبك هو قربك من ربنا. في آخر الفيديو صلي على حبيبك المصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.